عزز الهلال السوداني صدارته للمجموعة الأولى بفوزه على مضيف مولودية الجزائر بهدف دون رد في القمة العربية التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. فوز هو الثالث على التوالي للهلال في البطولة. قمة عربية إفريقية ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا احتضنها ملعب 5 جويليا بالعاصمة الجزائر بين مولودية الجزائر والهلال السوداني. مواجهة في غاية الأهمية للناديين. الهلال متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط يسعى لاقتناص الفوز للابتعاد في الصدارة، فيما يدخل النادي الجزائري المواجهة في المركز الثاني ب4 نقاط وعينه على تحقيق النقاط الثلاث لخطف الصدارة. بدأت المباراة وأول تهديد كان لأصحاب الدار من خلال هذه المحاولة لزكريا دراوي، لكن حارس الهلال السوداني عيسى فوفانا أبطل مفعولها. عاد الفريق الجزائري لمحاولة نيل هدف السبق من تسديدة قوية، وفوفانا من جديد يتألق في صد الكرة. الهلال حاول عبر لاعبه إبويل الذي سدد من بعيد، لكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب. حارس مرمى النادي الجزائري ارتكب خطأ، لكن محمد عبد الرحمن قائد الهلال لم يستثمره لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي. النتيجة ظلت على حالها حتى الدقيقة 76 موعد تسجيل جاسوما فوفانا هدف الفريق السوداني. وكاد النادي الجزائري معادلة النتيجة، لكن فوفانا كان له رأي آخر، ولم تنجح الحلول مع مولودية الجزائر لتغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الهلال الذي عزز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة.